السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته. كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات، مثل ما تشوفون هذه الصغار يعني مو نفس العمر ولا نفس اليوم طلعت من البيضة عن طريق الفقاسة، بس احنا قدرنا نجمعها بهذا المكان حتى شني نوفر لهن الاجواء الزينه. مثل ما نشوف رغم ما الجو شويه زين حلو، بس احنا خلينا صوبه تدفئه. وهذا المكان اللي هو قفص بارضيه سحب للتنظيف، خلينا داخل البيت، يعني مجرد مساله وقت، يعني فد اسبوع او اكثر راح نقدر نطلعهن خارج، نغير هذا المكان ونرفع الصوبة عنه لأن الجو بدأ يحتر والحمد لله والشكر. هواية يسألون عن فراخ البسيفيس أو صغار البسيفيس وطريقة التعامل وياها. يعني احنا مثل ما تشوفون هذا اللي عندنا بسيفسات من فضل الله، هذا الأسود وذاك عندنا مات الأبيض، يعني بين تقريبا 4 قطع أو 4 قطع تقريبا، اللي هو بسيفيس. وياهن هذا الدجاج او فراخ الدجاج العرب، زين. فهذا كله احنا جامعين بهذا المكان حتى نتعامل وياهن بصورة طبيعية وماكو اي صعوبة. مثل ما تشوفون احنا موفرين هذا الماي وموفرين ذاك علف اللي هو إنتاج شركة الأوائل المرحلة الأولى. لأن إحنا راح نستمر ويان هذا العلف لمدة 10 أيام أو 20 يوم بس من هذا العلف، ما راح نعطيهم أي شيء غير هذا العلف. وبالبداية طنان ماي وشكر أو ماي ودبيس، ممكن ماي وعسل، حتى شوي تنظم الدم مالتهن السكريات ومعاهن ما تشتغل، فلذلك ماكو صعوبة بالموضوع. شوف هو مجرد مكان وفرنا لهن، والماي موفرين لهن، والعلف أهم شيء العلف، لأنه بالبداية هذا الكتكوت أو الزغار راح يصير عنده التهاب بالأمعاء، أو البعض يسميه التهاب صرة، أو هو احنا اللي نعرفه هو التهاب بالأمعاء. حتى العلاج اللي نعطوك إياه هو مجموعة عن علاجات اللي هو السالمونيلا والكوكسيديا، فكل هاي العلاجات يسوي لك إياها خبطة وتنطي لهاي الفراخ أول 10 أيام مدة 4 أيام أو 3 أيام حتى شنو تتجنب الالتهاب بالأمعاء. فهو صعوبة الأيام البداية إنه يصيبن الالتهاب بالأمعاء، البعض يعوش والبعض الخروج مالته المضرق انه يبدي يليص ويصير نظيف. واذا انت حافظت عليهن راح يصير عندك كتكوت صحة جيدة والحمد لله والشكر، ويصيرن ويكبرن ان شاء الله بدون اي مشاكل. مثل ما تشوفون اي اختلاف ماكو في فراخ البسيفس وفراخ الدجاج العرب، اي اختلاف ماكو من ناحية التعامل. هواي اخوان يسألون شلون طريقة التعامل. صحيح احنا كانت عندنا وجبات تعاملنا وياها على حدة لانه كان بس بسيفس والاغلب هو بسيفس، فكان تعاملنا وياهن على بغير امور، اللي هو اللبن الناشف، اللبن المخثر، والبيض السليق والبوتيتا السليق. هاي احنا لحد الان ما منطين هاي، ان شاء الله راح باكر نعطيهن او اليوم البيض السليق وبعد البوتيتا السليق حتى شني النمو مالتهم يصير جيد جدا. فلذلك ان شاء الله راح نتواصل وياكم من خلال هذا الزغار والعصافير، وان شاء الله عندنا وجبه ماته، وراح نخلي بعد وجبه ان شاء الله بس بسيفس، قاعد اجمع بيضات بسيفس ان شاء الله، وهم نتواصل وياكم فيديوهات ان شاء الله، ونتمنى لكم الموفقيه. واحب اوجه لكم نصيحه انه اي صعوبه ماكو بالموضوع، ماكو داعي للتخوف وشلون وليش، ماكو، خليها الامور طبيعيه وتعاملون حال الدجاج والفراخ العرب
وإن شاء الله توفيق للجميع.